اول مره في المرأة المشهور اجد واحد فينا محمد بن عزيز محدش عارف حاجه على محيط الجبل ماشي. انا عارف على الست بقى عشان هيبقى لما اكلمك يبقى تقول لي زي ما انا بشتغل وكفار ماشي. لا انا هعرف فيه إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمات لخصت هذه الحياة، كلمات قالها جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحفظ من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت 20 عام 50 عام 100 عام فأنت ميت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخط الجليل، فتأهبي يا نفس لا يجعلن بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى فيه الخليل الخليل، وليركبن عليه من الثرى حلم ثقيل. جهز نفسك أخ الإيمان، فكل ما هو آت وكل حي سيموت، ولا يبقى إلا ربك ذي الجبروت. صلاة الجنازة على عبد الله. هذه بشرة خير من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهذه توضح حقيقة هامة، وهي أن الشهادة من 4 إذا شاهدوا أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا أدخله الله الجنة. حتى قالوا وثلاثة، لو شهد ثلاثة يا رسول الله، قال وثلاثة. ثم طمعوا في الخير أكثر، قالوا و2، قال و2، لكن لم يسألوا عن واحد. يعني الذي يموت ويشهد له 2 بأنهم لا يعلمون عنه إلا الخير، رب العزة سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومن رحمته بالميت يرحمه بهذه الشهادة. ويقول كما في هذا الحديث قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. هم شاهدوا بما علموا وبما رأوا، وأنهم ما رأوه على خزية أو معصية، فشاهدوا شهادتهم. فرب العزة يقول قد قبلت قولكم. قبل قوله جيرانه الأدنين أو الذين شهدوا له قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. هناك أمور أخرى بينه وبين نفسه قد يقع فيها سرا لا يراها أحد ولا يراها الذين شهدوا، فأكرم الأكرمين يقول قد قبلت قولكم، قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. وهذا ينبهنا ويوجهنا إلى أن العلاقات الإنسانية وأن علاقة الجوار بين الناس وأن حسن المعاملة والعلاقات الإنسانية لها أثر عظيم، حيث إن رب العزة سبحانه وتعالى يقبل شهادة الذين يشهدون، وهم لا يشهدون بالخير إلا إذا كانت علاقته بهم فيها الخير، لا يشهدون بالخير إلا إذا كان حسن الجوار متوفرا معهم. فهذا يدعونا
إلى حسن الجوار وحسن العلاقات الإنسانية بين الناس. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بشرة خير من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهذه توضح حقيقة هامة، وهي أن الشهادة من 4 إذا شاهدوا أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا أدخله الله الجنة. حتى قالوا وثلاثة، لو شهد ثلاثة يا رسول الله؟ قال وثلاثة. ثم طمعوا في الخير أكثر، قالوا واثنان؟ قال واثنان، لكن لم يسألوا عن واحد. يعني الذي يموت ويشهد له 2 بأنهم لا يعلمون عنه إلا الخير، رب العزة سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومن رحمته بالميت يرحمه بهذه الشهادة، ويقول كما في هذا الحديث: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. هم شاهدوا بما علموا وبما رأوا، وأنهم ما رأوه على خزية أو معصية، فشاهدوا شهادتهم، فرب العزة يقول: قد قبلت قولكم. قبل قوله جيرانه الأدنين أو الذين شهدوا له: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. هناك أمور أخرى بينه وبين نفسه قد يقع فيها سرا لا يراها أحد ولا يراها الذين شهدوا، فأكرم الأكرمين يقول: قد قبلت قولكم، قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. وهذا ينبهنا ويوجهنا إلى أن العلاقات الإنسانية وأن علاقة الجوار بين الناس وأن حسن المعاملة والعلاقات الإنسانية لها أثر عظيم، حيث إن رب العزة سبحانه وتعالى يقبل شهادة الذين يشهدون، وهم لا يشهدون بالخير إلا إذا كانت علاقته بهم فيها الخير، لا يشهدون بالخير إلا إذا كان حسن الجوار متوفرا معه. فهذا يدعونا إلى حسن الجوار وحسن العلاقات الإنسانية بين الناس. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب، وأعده من عذاب القبر. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره،
اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله الذي اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته. وكفى بها نعمة. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك وقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد. كتابه بقوله الرحمن الرحيم. فالله عز وجل والله أرأف بنا من أمهاتنا وآبائنا، فما عليك يا عبد الله إلا أن تحسن الظن بالله عز وجل. والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأشهد أن لا إله إلا الله. يا سعادة من قالها، قولوها جميعا لا إله إلا الله، فوالله ما جرت على لسان إنسان إلا وصعدت إلى عرش الرحمن عز وجل، تطوف حول عرش الله عز وجل ولها دلال على ربها كدلال الابن الوحيد على أمه وأبيه، فيقول لها ربها يا لا إله إلا الله اسكني، فتقول له بعزتك وجلالك لن أسكن حتى تغفر لقائلي، فيقول لها ربها يا لا إله إلا الله وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وهو مغفور له. فهنيئا لك يا من جرى على لسانك لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على موت أبنائه، نعم، وحق لنا أن نحزن عندما نودع أحباءنا وآباءنا وأمهاتنا، فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الله عز وجل، وإنما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لو علمت يا عبد الله أنك وأولادك وأحبابك وما تملك كلكم لله عز وجل وكلكم إليه يوما راجعون، فعليك أن تعد الزاد للقاء الله عز وجل. إخوة الإيمان، والله لقد عاشرت والدي هذا الذي نودعه ونستودعه الله عز وجل، عاشرته عن قرب، فما كان في قلبه ضغينة لأحد ولا حقدا لأحد. إنها شهادة سأسأل عنها أمام الله عز وجل. والله كان يحمل قلبا طيبا للجميع، وكان من الذين يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها، وكان من الصوامين. والله كان يحافظ على صلاة الفجر يوميا في المسجد وليس في بيته. فاللهم إني أشهد له بالصلاح والفلاح
والجمع الكريم يا ربنا يشهد أنه شهد لك بالوحدانية وشهد لحبيبك المصطفى بالرسالة والنبوة، فاقبل شهادتنا فيه يا رب العالمين. اللهم إني أشهد له أنه كان صواما قواما فعالا للخير، فعامله يا ربنا بما أنت أهله. تجاوز يا ربنا عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم زد في حسناته، اللهم زد في حسناته. عامله يا ربنا بما افتتحت به قرآنك الرحمن الرحيم. اللهم آنس يا ربنا غربته، اللهم آنس غربته، وارحم يا ربنا وحشته، وبرد مضجعه، واجعل يا ربنا قبره هذا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ذكره الإجابة على الملكين، اللهم ذكره الإجابة على الملكين. اللهم ألهمه حجته يا رب العالمين، اللهم ألهمه حجته يا رب العالمين. اللهم عامله بما أنت أهله وليس بما هو أهله. اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم زد في حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في حسناته يا أرحم الراحمين. اللهم الحقنا به غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم الحقنا به غير فاتنين ولا مفتونين. اجمعنا وإياه على حوض حبيبك المصطفى يوم الدين. اللهم اجمعنا وإياه على حوض حبيبك المصطفى، وارزقنا يا ربنا شربة هنيئة بكف رسول الله. اللهم اجعله واجعلنا جميعا من الذين يدخلون الجنة في أول زمرة مع رسول الله. اللهم إنا نستودعك إياه يا ربنا، وأنت يا ربنا خير من يستودع عنده أحد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. أبدله يا ربنا دارا خيرا من داره في الدنيا، اللهم أبدله دارا خيرا من داره في الدنيا يا أرحم الراحمين. واجمعه يا ربنا بوالديه في جنات النعيم، اللهم اجمعه بوالديه في جنات النعيم. اللهم ارزقه رؤية والديه الليلة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفاتحة له ولجميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. محمد معلش صوت مع الحاج محمد معلش. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يلا يا عمر الرمل ده اهو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من اللي يقع ولا تبسطها كل البسط نزل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنعمله الصبح هجيب لك كده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا ابني مفيش صور، ما هي الحاجة اهي. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك
قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فعشان كده قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد محمد طلع ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله